السلام عليكم. الحقيقة الفترة الأخيرة في ناس كتير ابتدت تسخر من الإعلامي وائل الإبراشي وتنتقد على السوشيال ميديا بشكل كبير، فأنا عايز أعرف الانتقادات دي ليه؟ يعني وائل الإبراشي ده لو أنت ركزت ممكن تستخدمه في حياتك العملية، ينفعك في حاجات كتير جدا. يعني أنت مثلا قرفان من كليتك، زهقان من الدراسة، تجيب وائل الإبراشي تقعده مع العميد والدكاترة، هوبا العميد هيرفد الدكاترة، خلاص أنت نجحت. فجأة اتخرجت في ساعتين زمن. طب انتي بنت بتحبي ولد، الولد بيحب بنت غيرك، تعملي ايه؟ تجيب وائل الابراشي تحجزي لهم مكان مثلا في جنينه الفسطاط، الحديقه الدوليه، اي حاجه من الحاجات الرخيصه دي. عادي وائل الابراشي مع الولد اللي انت بتحبيه والبنت. يعني بالظبط ساعتين، لا ساعتين إيه ده مش هيستحملوا ده، 5 دقايق بالظبط فركشوا. يبقى كده استرديت الولد اللي انت بتحبيه. طب انت مخنوق من امك وابوك والبيت هوبا تجيب وائل الابراشي ساعتين زمن. ابوك طلق امك، بقيت بتاخد مصروف من هنا وبتاخد مصروف من هنا، خلاص الدنيا اتحلت. يعني الموضوع سهل جدا. طب انت ما عندكيش مكان في التلاجة، تعملي ايه؟ تجيب وائل الابراشي، هينفعك برضه في الموضوع ده. تجيب وائل الابراشي، هيفتح التلاجة يقعد ساعة زمن مع بابا غنوج وام علي، هيتخانقوا مع بعض وهوبا كل واحد ساب التلاجة فضيت. يعني موضوع بسيط جدا والله. يعني يا ريت بس نفكر بعقلنا شوية قبل ما نتحامل على الناس وننتقدهم. يعني شكرا جدا.